تكلفة مشاركة بعثة مصر في الأولمبياد 1.25 مليار جنيه. مليار يعني 1000 مليون جنيه وربع كمان، يعني ربع المليار يعني 250 مليون جنيه، يعني 1000 مليون و250 كمان مليون جنيه. دي تكلفة مصر في الأولمبياد، وميدالية برونزية واحدة من لاعب مش مصنف أساسا. طب يا جماعة، يعني اعملوا تدخل حكومي في النشاط الرياضي، نوقف النشاط الرياضي 4 سنين. عارف احنا لو وقفنا النشاط الرياضي 4 سنين في مصر هنوفر 1 مليار جنيه. بسيطة اهي، بسيطة خالص. السيد رئيس الوزراء، الناس اللي هي الكبيرة دي، اعمل تدخل في النشاط الرياضي، تقوم الفيفا ولا يقوم اللجنة الأولمبية الدولية واقفة لك النشاط، هنوفر 1.250 مليون جنيه لو النشاط اتوقف في مصر، وهنوفر حرق دمنا، وهنوفر السرقة اللي بتحصل، وهنوفر ان في ناس بيبقوا مسؤولين عن القطاعات. والله العظيم لو هم اعداء مصر ما هيعملوا في مصر كده. يعني اي رئيس اتحاد لعبة جماعية في مصر لو جبناه من جنسية دولة معادية لمصر عاوزة تحارب مصر، مش هتعمل لنا الخسائر دي، ولا هتعمل لنا الفساد ده، ولا هيطلع بالبيانات المقرفة دي. ولا الراجل بتاع اتحاد الملاكمة قال لك البنت اللي طلعت من الميزان احنا عندها تغيرات فسيولوجية، وهو جايب اصلا ميزان بيوزن فراخ، جايب ميزان يوزن فراخ، طلع الميزان بتاعها غلط. الفرق الزمني بين الميزان بتاع الاتحاد والميزان بتاع الأولمبية الدولية نص ساعة. في واحدة هتزيد في نص ساعة 700 جرام وهي رياضية؟ مستحيل طبعا. بس قال لك اصل عندها تغيرات فسيولوجية، عشان انت لما تيجي تتكلم ايه يا عم، في ايه ده بنت يا عم ما عندها تغيرات فسيولوجية، ما تقعد في بيتها وبيت ابوها يا عم. والست الحامل في الشهر السابع ما تقعد في بيتها وبيت ابوها يابا. انا واخدهم اولدهم في باريس ولا واخدها عليها في باريس؟ يعني 1 مليار جنيه و250 مليون جنيه. المليار 1000 مليون جنيه اتصرفوا في الفاضي. تخيل بقى في الأزمة اللي احنا بنعاني منها في مصر دي، 1 مليار جنيه يعمل ايه؟ 250 مليون يعملوا ايه؟ اتصرفوا على البعثة في الأولمبياد برونزية واحدة، ميدالية واحدة. يا جماعة عشان خاطرنا احنا تدخلوا في النشاط ووقفوا 4 سنين. ال4 سنين احنا اصلا كده بنمر بازمه اقتصاديه، هنكسب او هنوفر 1 مليار جنيه. يا ريت الحكومه تتدخل في النشاط، يا تشيلوا لنا الناس اللي موجوده دي، رؤساء الانديه ورؤساء اللجان الاولمبيه دولا، وصلونا لهنا كده، وصلونا لهنا. خلاص يا عم، اللي بيسرق بقى، جيبوا لنا حد تاني جديد. حرام عليكم يا عم، انتوا جايبين الناس دي تحرق دمنا. الناس دي رؤساء الاتحادات دي ماسكين زله على مصر مثلا، ماسكين زله على الناس اللي هم ماسكين زله على الرئيس مثلا، ماسكين زله على رئيس الوزراء، لما هم قاعدين في اماكنهم سارقين وواكلين وشاربين وصارفين فلوس البلد في الفاضي. يا عم ايه ده يا عم، ايه ده يا عم؟ انتوا الناس دي بترضع فساد. الناس دي وهي صغيره كانوا بيرضعوهم فساد.